جماعة ازيكم؟ فيديو النهارده هيكون عن ايه هي الاساسيات اللي احنا ممكن نشتريها سنة اولى لو انتوا داخلين تربية رياضية. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هبدأ بيها هي البلاطيل. اول بنطلون مريح جدا بالنسبة لي، من احسن البلاطيل بالنسبة لي جدا، بتلاقي على كل اللبس. مريح جدا جدا هو البنطلون السوت بانز. آه، ده بيكون من استك من تحت السوت بانز، من الحاجات المريحة جدا جدا بالنسبة لي. آه، بتلاقي على كل حاجة تقريبا حرفيا، ومريحة قوي في الكلية بالذات. بفضل منها اللون الغوامق اللي هو الاسود والكحلي والبيج والرصاصي مش قوي عشان هيتبهدل جامد قوي. حاجة اللي هو البنطلون الشارلستون، من البناطيل الحلوة قوي اللي بتليق على كل حاجة تقريبا. برضه هحط لكم صورته عشان لو هنا مش شايفينه قوي، وفي منه انواع كتير. فاختاروا على حسب الستايل بتاعكم. واسع وبيكون مريح قوي وبيلاقي على كل حاجه حرفيا. تالت بنطلون ممكن نجيبه هي البناطيل القماش. البناطيل القماش دي ممكن تجيبوا منها الوان، هي اصلا مريحه على العموم، يعني في كل اللبس عموما هي مريحه على كل حاجه، اي بنطلون قماش. والبنطلون القماش برضو عمليه جدا في الكليه. جيبوا منها لو انتوا حابين تبقى تجيبوا اللي هي، ده مش لازم للكليه او اللي هي الحاجات ديت. القماش مريح جدا، حلو قوي، بيليق على كل حاجه، وواسع وحلو، ممكن نلبسه على اي حاجه، قصير طويل كل حاجه. دي اكتر بنطلون ممكن تكون مريحه في الكليه قوي. آه، دي كليه التربيه الرياضيه بتكون مريحه قوي في الكليه، اكتر لبسكم هيكون منها قوي. بفضل ان الالوان تكون في بناطيل اسود، وزي ما انا قلت غوامق، عشان الفواتح مش هتكون عمليه خالص في الكليه، والاسود مش بيبان فيه الوسخه قوي يعني، فهيستحمل معاكم البهدله اليوم. تاني حاجة ممكن نجيبها اللي هي الترنجات. الترنجات بتكون عملية قوي، بتكون سهلة وسريعة جدا. لو في يوم انت هتصحى متأخر ومش حاجة تلبسها، فاللي هو الترنج هيكون أغلبية لبسك هيكون ترنجات قوي قوي قوي. فأنا كنت جايبة الترنج اللي هو قماشته بتكون غطس من سنة أولى، وبجد لسه معايا لحد أنا دلوقتي في سنة تالتة، ولسه باين عليه إن هو جديد ومفيهوش أي حاجة خالص. هو هيكون أغلبية لبسك ترنجات قوي، عشان ترنجات سهلة ومريحة قوي وسهله قوي قوي يعني. كمان نوع ترنج تاني اللي هو الوتر بروف ده، حلو قوي، بيجي مع البنطلون بتاعه برضو. حاولوا تختاروا في نوعيات كتيره من الوتر بروف. في منه انا جايبه منه شتوي، مش لسه هروح اجيبه. جايبه منه شتوي وصيف. هو في منه شتوي وصيف، بتكون حلوه قوي قوي. انا زي ما قلت لكم بتكون مريحه، واسهل حاجه الكليه دي تقريبا. لو اليوم طويل واليوم انت مش حابه تغيري فيه وتروحي تردي يعني، وتكون اسهل ان انت ممكن تروحي تحضري المحاضرات بالترنج كل يوم كامل، ما محدش يقولك غيروا كده. في ده كمان اللي هو بيكون الشكل ده، بيكون منه الوان كتير جدا. ممكن تجيبوا اي الوان، بتلاقي على كل بتلاقي على كل البناطيل، وتلاقي على كل حاجه برضو. وبتكون ممكن تجيبوا منها، في منها قصير في منها طويل، حسب انتوا عايزين ايه بالظبط. اختاروا بقى الحاجات دي كلها على حسب الستايل بتاعكم. لو انت بتحبي تنزلي ترنجات، فحاولي تجيبي حاجه تكون مريحه وتكون على بعضها، زي سوت مثلا رياضي، هيبان ان هو مش ترنج، وفي نفس الوقت هيكون خروج وشكله جميل وحلو. برضو انت على حسب ستايلك بقى، على حسب انت هتعملي ايه يعني هيكون ستايلك ماشي ازاي. الشتاء انت ممكن تجيبوا اللي هو السويتشيرتات كتير جدا، هتلاقي على كل حاجه برضو. انا بفضل ان يكون كل الحاجات بتاعتكم، يعني مش كلها طبعا، اغلبيه لبسكم يكون يعني اغلبيه الحاجات اللي هتجيبوها تكون اسود. يعني ممكن مثلا ممكن تجيبوا ترنج اسود وتيشيرت اسود على بنطلون اسود. دي بتكون عشان في دكاتره عندنا احنا ممكن يستبدلوا التيشيرت الاصفر بالترنج الاسود، او الترنجات عموما. الترنجات بتكون الدكاترة ممكن تسمح بيها ايا كان اللون. كنت بس تحت التيشيرت الاصفر وتلبسه فوق الترنج عادي، عشان احنا كنا بنسق من التيشيرتات الصفراء او التيشيرتات اللي بتكون الكليه، فاحنا كنا بنلبس ترنجات اللي هي السمر، بتكون اريح ومتداوله في الكليه، يعني ما حدش قال لنا غيروا وانت لابس جايين لبس مخالف الحاجات دي. فهو الدكاتره ساعات كانت بتسمع، في دكاتره ساعات كانت بتسمح بالترنج الاسود. انا افضل اصلا الاسود، مش عشان حاجه، بس عشان هو مش هيتبهدل معاك في الكليه اولا. آه مش هيبان فيه الوسخة قوي خالص يعني. بس
كمان التيشيرتات الاوفر سايز اللي هي تكون واسعه دي هتكون مريحه جدا بالنسبه لكم برضو، الناس اللي بتحب تلبس واسع. آه، انتوا بقى على حسب انتوا الستايل بتاعكم ايه، فانتوا دي الاساسيات اللي انتوا ممكن تروحوا تشتروها، اللي هي الترنجات البناطيل. واقول لكم على البناطيل اللي هتكون مريحه بالنسبه لكم، هتكون حلوه قوي، اللي هي اللي هو الشارلستون والبناطيل البانز. والقماش مريحين قوي في الكليه، عندهم انسب طلب بناطيل للكليه دي بالذات. في النظري انت ممكن تلبسي بقى اي حاجه، يعني في النظري انت مسموح لك تلبسي جينز، اي حاجه في النظري. لكن في العملي البناطيل دي اغلبيه اصلا الايام هتكون عملي، فالبناطيل دي مريحه قوي وبتلاقي على كل حاجه. انت بقى على حسب الستايل اللي انت بتحبي تلبسي واسع، فانت اختاري حاجه تكون طويله عليه. تحبي تلبسي مش واسع قوي، فالحاجات دي هتكون مناسبه جدا على حسب الستايل بتاعك هيكون ماشي ازاي. بس بالنسبه للطرح، الطرح اللي هتكون مناسبه قوي في الحر اللي هي بتكون الشيفون. وفي طرح في طرح بتتلبس كده تلبسها لوحدها من غير ما تعملي الطرحه، فهتكون اريح ليكي في الكليه اكتر من انت عشان ما تعمليش طرحه بتدخل جوه الهدوم لوحدها لوحدها. دي بتكون حلوه قوي. فبلاش القطن، بلاش اللي هي الحاجات اللي بتكون تقيله. في الحر الشيفون، في الشتاء البسي اي حاجه انت عايزاها. بالنسبه للشنط، الشنطه كبيره. انت في او في اولى وثانيه انت هتحتاجي شنطه كبيره، عشان انت هيكون عندك سباحه، هيكون عندك ممكن صدف مواد كتير عملي هتتقابل في نفس اليوم. فانت شنطه، اختاري شنطه كبيره. ممكن الشنط اللي ممكن تكون عندك شنطه من ثانويه مثلا في خلال الكليه، واشتري الشنط اللي هي الشنط اللي هي العاديه اللي هي الكروس. لكن انت في الكليه هتحتاجي الشنطه الكبيره دي كتير قوي قوي قوي. فاستثقلي الشنطه وخلطيش غلطتي، عشان كنت كل سنه اشتري شنطه. آم، خلي الشنطه بتاعتك تحمل معاكي كذا سنه، عشان ما تضطريش تشتري واحده تانية. بس شنطه بقى خلي الشنط معاكي كبيره قوي، يعني كبيره. كمان الصنبلك يكون مرافقك دايما دايما. الصنبلك مهم جدا 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 في الكليه ديت بالذات، يكون معاكي في شنطتك. بس ان شاء الله هعمل لكم بقى اسئله الشنطه، الحاجات اللي انتوا المفروض تكون معاكم في شنطتكم اصلا. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش الاشتراك في القناه واللايك، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم. وبس، باي.